اهلا بيكم حبايب مطبخ جيجي ورانيا. النهارده هنعمل مع بعض وصفه تجنن ولذيذه قوي. هتعمليها بسرعه كمان، صدور الفراخ البانيه بس بطريقه جديده خالص هتبهر كل اسرتك. المقادير: معايا 4 شرايح فراخ بانيه، طبعا انت هتعملي المقدار اللي يريحك. معايا ملح وفلفل اسود ونص معلقه صغيره هريسه شطه، معلقتين كبار من العسل الابيض، ومعلقتين كبار من الخل الابيض، ومعلقتين كبار صوص صويا، ومعايا كمان 7 فصوص توم مهروس، ومعايا دقيق. طب الطريقه: هنتبل شرايح الفراخ البانيه بالملح والفلفل الاسود ونغلفها بالدقيق. هجيب طاسة على النار، هنزل بمعلقتين سمنة و3 معالق زيت. أول ما يسخنوا أروح حاطة شرايح الفراخ البانيه اللي معايا، يدوب ياخدوا لون ذهبي على الوشين، وبعدين أنزل ب7 الفصوص توم المهروسة، هقلبهم كده تقلبتين، وبعدين أحط عليهم معلقتين الكبار من صوص الصويا، وكمان هنزل بمعلقتين كبار من الخل الابيض، ونص معلقه هريسه شطه. هقلب كل ده مع بعضه يا دوب كده نص دقيقه مع بعض على النار، وهنزل بمعلقتين العسل الابيض وهقلبهم كلهم مع بعض. بعد كده هنزل بنص كوبايه ميه علشان اسيبه يستوي، هغطيه واسيبه يستوي. ودي كانت النتيجة فعلا هيعجبكم جدا وهتعجب أسرتك قوي. ولو الفيديو عجبكم واستفدتي منه ما تنسوناش في الشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتنا الجديدة. ويا ريت اللي لسه مشتركش فضلا اشترك في القناة وشجعونا. أشوفكم على كل خير. سلام.